إذا هذا يوم تواصلي مع منتخبين ديال التجمع الوطني الأحرار بهدف أكادير دوتنان. الهدف من هذا اليوم التواصلي أولا هو نعطيو المسؤولين المنتخبين جدولة ديال الاستحقاقات ديال الغرف المهنية ديال الجهات والجامعات ديال مجالس الجامعات وديال مجالس المستشارين، وكذلك معطيات جديدة حول عدد المقاعد في كل جامعة، ولا سيما الجامعات اللي يعني ولات فيهم لائحة نظرا لتزايد السكان، وكذلك قدمنا لهم قوانين جديدة لأن هناك قوانين جديدة ديال الجامعات المجالس التعليمية والقانون الجديد ديال الجهات، وقدمنا لهم المكانة ديال الحزب حسب النتائج ديال 2009 واعطينا المكانة ديال الحزب اللي هي مكانة مشرفة جدا لأن حزب التجمع الوطني الأحرار عنده 130 مقعد، يعني أكثر من نصف المقاعد ديال العاملة وهو حضور قوي لا سيما في العالم القروي. وإذا كذلك بلغنا يعني المناضلين يعني اللقاء نتائج اللقاء اللي كان مع السيد رئيس الحزب صلاح الدين مزوار والوزراء ديال التجمعيين وكذلك المكتب السياسي، وإذا كان الاستعداد جميع باش يستعد لخوض الاستحقاقات إن شاء الله. شكرا.